دي بقى الأكلة اللي ما يختلفش عليها اتنين. أنا بالنسبة لي دي العشق، لو كلتها كل يوم ما بزهقش منها، بعشقها. ندخل بقى في الفيديو، نبدأ كلامنا بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زيدوا النبي صلاة يا جماعة، بالصلاة على الرسول تنحل وتنفك العقد على طول. رحت عند أمي، كنا زهقانين من الأكل، مش عارفين ناكل ايه، يعني فكرنا عملنا كل الأكلات. قلت لها ايه رأيك ناكل فسيخ وناكل رنجة وناكل ملوحة؟ قالت لي ماشي يلا بينا. حضرنا البصل والليمون وقعدنا قعدتنا وحطينا ترابيزتنا، وابتدينا بقى ست الكل ام ايد زي السكر علشان تنضف لنا الفسيخ، عشان انا ما بحبش ابهدل ايدي بيه خالص. معلش يا جماعه يعني ما بحبش انضفه. هو كان متنضف جاهز، وكان مشال منه الجلد وكل حاجة. بس كانت والدتي يعني بتخليه من العظم اللي فيه، لكن هو كان مشال منه الجلد وكل حاجة. احنا يعني جالنا مخلي، واحنا والدتي قطعته. ربنا يا رب يديها الصحة والعافية ويبارك في عمرها، ودعواتكم ليها ربنا يخليها لينا يا رب وما يحرمناش منها، ويخلي كل ام لولادها يا رب. تمام كده. كانت بقى ايه ماما ابتدت ان هي تقطعهن، وطبعا الفسيخ زبده 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 بجد. وانا بقى كنت ابتديت اشوي الرنجه، حطيت الرنجه كده على الجريل بشويها. و في ناس بتشويها في الميكروويف، بس صراحه انا جربنا الموضوع ده، ريحته بتقعد فتره طويله زفره، فانا حبيت ان انا اعملها على البوتاجاز. دي بقى العشق، دي بقى الملوحة يا جماعة، اسمها كده ملوحة، طعمها حلو وحلاوة. لا، والملوحة بتاعت المرة دي اللي احنا كنا جايبينها دي ما كانش ليها حل. عايزة اقول لكم واو، طعمها كان رائع بجد، كانت تحفة. ست الكل بقى كانت بتقطعها عشان هي كانت جايه بالجلد، كانت بتقطعها لنا بقى وكانت بتوضبها لنا، وطعمها يا جماعه خطير. وما كانتش حادقه، هي اسمها ملوحه بس ما كانتش حادقه والله، كانت يعني بين البنين. وانا صراحه بحبها جدا، بموت فيها بموت فيها بموت فيها، بحبها قوي 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 قوي. وبعشق الفسيخ، ودي الاكله اللي يعني انا بموت فيها، بحبها قوي قوي. انا مش باكل الرنج على فكرة غير بالطحينة، ونادرا يعني نادرا ما باكلش الرنجة. انا باكل الفسيخ اكتر حاجة بحبها والملوحة. هنا بقى والدتي انا كنت شوت لها الرنجة وكانت بتنضفها. وبرضو بحب الفسيخ بالطحينة، بيبقى تحفة. يا ريت يا جماعة تبقوا تجربوه، للناس اللي عشاق الفسيخ اللي زي كده وبيحبوه يجربوه بالطحينة، برضو بيبقى تحفة. هنا والدتي بقى كانت بتوضب لنا ايه الرنجة، وهنا بقى كنا وضبنا بقى القعدة والعيش، وكان نفسي والله تبقوا موجودين معايا تاكلوا معايا بالهنا والشفا. بعد ما كنا بقى شربنا بريل. ليه؟ علشان ما نشربش ميه كتير، لان البريل ما بيخلينيش اعطش ولا انا ولا ماما. شربنا البريل بقى كده، وبعدين قلنا نمزج شويه بقى في كوبايتين شاي، لزوم القعده. انا بشرب الشاي بالنعناع، ماما لا ما بتشربوش بالنعناع خالص، ما بتحبوش بالنعناع. انا بحبه بالنعناع الاخضر اكتر، بس ماما ما كانش عندها. فهنصب بقى كوبايتين الشاي ونقعد بقى ايه، نرغي كده شويتين كده، ونقعد بقى نرجع اللي فات ونتكلم بقى في الزمن الجميل، وندور لنا بقى كده على كام حكاية نحكيها، ونقعد بقى ايه مع بعض. القعدة المزاجنجي دي كانت قعدة مزاجنجي والله. يعني وانا بحب القعدة دي. بعد لما عملنا الشاي هنشرب بقى الشاي، وبعد كده هتشوفوا بقى هنعمل ايه. برضو لسه القعدة هتكمل، برضو القعدة هتحلو لسه، كل حاجة في ميعادها يعني، انتظروا. هنا بقى كنت بغير المعلقة عشان ريحة النعناع ما تدخلش على الكوباية التانية، لان هي ما بتحبش الشاي بالنعناع خالص، ما بتحبوش بالنعناع اصلا، يعني ما بتحبش النعناع خالص. هنشرب بقى كوبايتين شاي ونقعد القعدة الحلوة. وبعد كده بقى ايه، عايزين نحلي، كنا برتقان وستفندي وموز. وعايزين نطري على قلبنا. هنعمل ايه تاني؟ هتشوفوا بقى معايا هنعمل ايه تاني. كنا بقى البرتقان عشان يهدم، وكنا اليوسفندي، وبعد كده شربنا بقى الكنز. انا شربت البيبسي، وماما شربت السيفن،
وقضينا اليوم وكان يوم حلو قوي، وكانت أكلة حلوة وكانت عايزاكم بجد. وعشاق الفسيخ والمروحة ياريت يقولولي هما زيي ولا مش زيي، مدمنين الأكلة دي ولا لأ، يعرفوني في كومنتات. ويا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، يا رب ربنا ما يحرمكوش من حبايبكم ومن اي حد بتحبوه ومن اي حد قريب من قلبكم، وربنا يا رب يخليكم ويبارك فيكم يا رب ويحفظكم.